ابويا الله يرحمه كان بيحكي لي موقف من حلاوته عايز احكيه لكم. في بنت اتقدم لها عرسان صالونات كتير بس كانت بترفض كل دول. كانت خايفة من الجواز، كانت مش مأمنة على حياتها. ازاي هتنام جنب واحد غريب؟ افرض هي نامت وهو فضل صاحي وقتلها. افكارها كانت صعبة قوي والناس كانوا بيقولوا عليها تعبانة، لغاية ما تقدم لها واحد مشلول ومش بيسمع بس بيتكلم. كل ده حصل له من حادثة وقاعد على كرسي بعجل. ابوها كان متخيل انها هترفضه بس هو اتكسف اللي هو يرفضه من بره فعمل قعدة صالونات. البنت بتحكي وبتقول اللي هو فضل باصص لها وساكت وما اتكلمش ولا كلمة، وبعد ما مشى ابوها ما راحش سألها اصلا عشان ابوها كان متوقع الرد، بس لقاها داخلة عليه وبتقول له ان هي موافقه. ابوها ما كانش مصدق، ازاي يا بنتي ده مشلول ومش بيسمع بقى ترفضي كل دول وتوافقي على ده؟ وفعلا نشفت دماغها واتجوزته وفضلت عايشه معاه 20 سنه لغايه ما هو مات وهي ماتت بعده بسنتين. في واحد سألها وقال لها اشمعنى ده؟ هو صحيح عشان انت كنت بتعندي وخلاص؟ قالت له لا، بس يوم لما تقدم لي ما اتكلمش ولا بص لشكلي، فضل باصص لوشي كده ومبتسم وساكت. شفت في عينيه اطمني انا معاكي، اطمني ما تخافيش. حسيته بيطبطب عليا من غير ما يتكلم، بيطبطب عليا ببصته. غير اللي شفتهم قبل كده كانوا داخلين يعاينوا بضاعة، عمالين جايبيني من فوق لتحتي. كانت بتقول الحياة كانت صعبة ما بينا قوي، بس كل لما بزهق كنت ببص لعينيه واشوف فيها كلمة اطمني. من اسبوع كنت راكب ميكروباص وكان راكب معايا ولد وبنت، هما اخوات بس كانوا قاعدين بعيد عن بعض. الولد ما شالش عينه من على البنت وهي قاعدة باصة قدامها شوية وبعد كده تبص وراها فجأة تلاقي اخوها باصص عليها، فتبتسم وترجع تبص قدامها تاني لحد ما جت تنزل اتكعبلت ووقعت. اخوها اتخض عليها وقام عشان ايه يروح لها وهو مش عارف يروح لها، فالبنت قامت بسرعة وبصت لقت اخوها مخضوض عليها، فابتسمت وشاورت له وقالت له مفيش حاجة. كفاية ان هي شافت في عينيه طمني انا جنبك. نسيت كل حاجة. كتير قوي في حياتنا بنقع والحياة بتنفخنا، ما بنبقاش مستنيين من اللي حوالينا اي مساعدة مادية، بنبقى محتاجين اي حد يقول لنا اطمنهم انا موجود جنبكم. البنت اللي وقعت ما كانتش مستنية اخوها يقومها، بس لما قامت وبصت ناحيته لقت عينيه عليها اطمنت. والبنت اللي اتجوزت ما كانتش مستنية معجزة من عند ربنا تخلي جوزها يقوم يمشي او يسمع، بس هي شافت في عينيه اطمني انا مش هساعدك في حاجة بس اطمني انا موجود. اي علاقة ما بين اخ واخت، اب وبنت، زوج وزوجة، محدش محتاج منها حاجة ومحدش عايز التاني يحلله مشكلة. كل اللي الواحد محتاجه اطمن انا مش هسيبك. طمنوا الناس اللي في الشوارع بنظرة وابتسامة حلوة، طمنوا بعض، محدش محتاج حاجة من حد، الابتسامة صدقة.